أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا وأولى حلقات نور في قلبي في شهر رمضان الكريم. كل عام وأمة محمد بخير، كل عام والعالم أجمع بخير. جاء الموعد الذي ننتظره من عام إلى عام، جاء موعد خاص جدا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. جاءت أيام البركة، جاءت أيام الرحمة، جاءت أيام العتق من النار، جاءت أيام التواصل والترابط وصلة الرحم والتصدق والكلمة الطيبة والذكر والقرآن وكل الأمور اللي الإنسان بيحبها وبيبقى حريص عليها وبيبقى نفسه إن هو يمارسها خاص حتى نكثف هذه الأعمال. ناس في بينها خصومات بتحرص ألا تدخل هذا الشهر ولديها هذه الخصومة. الناس التي قد تكون مقصرة طوال العام بتحرص على أداء ما واجب عليها وتعويض ما فات. الناس اللي يمكن بتنسى صلة الرحم تحت ضغط العمل والظروف والمسافات وأمور أخرى كثيرة، بيأتي هذا الشهر ليقربنا مرة أخرى. الشهر المفتوحة فيه أبواب السماء دائما لسماع كل ما يناجي به الإنسان ربه. الحقيقة أيام كلها أيام رحمة وخير وبركة وسلام، والأيام اللي الإنسان ممكن يتوقف عندها ويعلن منها البداية الجديدة لنفسه، لأسرته، لأي شيء هو عايز يعمله، ويجعل من رمضان بداية هذا التوقيت. إن شاء الله صوما مقبولا، وبإذن الله ذنبا مغفورا، وإن شاء الله يأتي هذا الشهر بكل الخير على العالم أجمع وعلى أمة محمد. النهاردة أولى حلقاتنا معكم من خلال هذا الشهر الفضيل، واللي هنغوص فيه عن كثير، سواء من الأسئلة الكثيرة التي ترد إلينا فيما يخص الصيام وأمور وأحكام مرتبطة بالصيام، أو أيضا الموضوعات التي نحب أن نتذكرها ونفتحها من خلال هذا الشهر. النهارده أولى حلقاتنا بيسعدنا أن يكون فيها ضيفنا المتميز دائما الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، اللي بنرحب بيه ونقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. وانتم طيبين جميعا وعودا إن شاء الله. اسمحوا لنا أعزائي المشاهدين فاصل قصير، نعود بعد نبدأ حوارنا. اهلا بكم مره اخرى عوده شاشه الفضائيه المصريه وبرنامج نور في قلبي، وضيف اللقاء الاستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، واولى حلقاتنا في شهر رمضان المبارك. دكتور نبيل، الحقيقه يعني كثير من تساءل، يعني خلاص كلنا عارفين احكام الصيام وكل هذه الامور، لماذا جاءت هناك خصوصيه للصيام لدى المسلمين بشكل كبير جدا، وجعل الصيام أحد أركان الإسلام في الوقت الذي نعلم أننا لسنا أول من صام، بل الأمم السابقة عنا كان لديها أيضا الصوم. من أين جاءت هذه الخصوصية وجعله ركن أصيل من أركان الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أشكرك على التهنئة وأشاركك في كل المقدمة التي تفضلت بها، وهي مقدمة شاملة وجامعة عن فضائل رمضان الكريم، وأقدم أصدق التهاني للأمة العربية والإسلامية وللعالم أجمع كما تفضلت، وأسأل الله أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام باليمن والبركات والأمن والسلام للعالم كله إن شاء الله. خصوصية رمضان جاءت من عدة نواحي. الناحية الأولى إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. نزول القرآن الكريم في شهر رمضان كان على عدة تنزلات، 3. المرة الأولى من علم الله سبحانه وتعالى إلى اللوح المحفوظ بكيفية لا يعلمها إلا الله. النزول الثاني كان من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا بكيفية شاملة لا يعلمها إلا الله. النوع الثالث
النزول على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم كانوا في رمضان. فلما نزل على سيدنا محمد كان في الغار، ونزل عليه جبريل وقال له اقرأ، والقصة المعروفة، وده كان في رمضان. ادي اول خصوصية. ويكفي رمضان فخرا، ويكفي الأمة كلها فخرا، ويكفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معجزة نزول القرآن الكريم في شهر رمضان. هذه واحدة. الثانية إن ربنا من أجل القرآن الكريم إنه نزل في ليلة اسمها ليلة القدر، جعل ليلة القدر دي فين؟ في شهر رمضان، وشرفها وشرف العالمين كلهم بيها، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليه؟ الملائكة بتتنزل فيها، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ادي خصوصية أخرى من شهر رمضان. الخصوصية الثالثة الصيام، إن ربنا يفرض علينا الصيام في هذا الشهر. ليه؟ لأن الصيام قمة العبادات. طبعا احنا عارفين ان الصلاة عمود الدين، ومن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن كل الحاجات دي لا فيها جوع ولا عطش ولا إمساك عن الملذات والشهوات والمباحات إلا بالصيام. ربنا سبحانه وتعالى يحدد لنا تحديد واضح: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام، الإمساك من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالصيام ده بيعمل فينا إيه؟ مدرسة، مدرسة للتربية، مدرسة للمراقبة، مدرسة للمحاسبة، مدرسة لحسن التعامل، وزي ما تفضلت حضرتك الرحمة والتكافل وصلة الأرحام والحاجات الحلوة كلها بتجتمع فين؟ في هذا الشهر الكريم. لكن الصيام له خصوصية، لأنه تشبه بالملائكة. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، أجسام نورانية من خلقة رب العالمين سبحانه وتعالى. فإحنا لما نصوم رمضان بنتشبه بمين؟ بالملائكة، وبنكون أقرب ما نكون من الله سبحانه وتعالى. الصلاة بتاخد لها 10 دقايق مثلا، الفريضة أداء الظهر أو الصبح 10 دقايق، ربع ساعة. الزكاة بنطلعها كده وإحنا واقفين وإحنا قاعدين وبنفرقها. لكن شوف الصيام إمساك، مجاهدة للنفس وللشهوات وللمغريات وللمباحات. يعني الأكل والشرب مباح، لا دلوقتي مش مباح. المعاشرة الزوجية مباحة طول السنة، لا دلوقتي مش مباح. فإنسان بيمتنع عن أمور عديدة هي في الأصل مباحة ومستحبة أحيانا، ومع هذا بيتركها. ليه؟ استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى القائل: كتب عليكم الصيام. كتب دي يعني فرض. فهذه الفرضية من الله سبحانه وتعالى، وهذا التقبل من العباد والرضا بهذا التكليف الذي لا يفيد الله في شيء. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يبقى أنا لما بجوع أو بعطش أو أغض البصر أو بأزور المريض
أو بأصل الأرحام أو أكظم غضبي أو بأكظم غيظي، وأعفو عن الناس، وأحسن إلى اليتامى، وأطبطب على الغلبان، والكلمة الطيبة وتطيب الخواطر كل ده بنمي روح الصيام. ولذلك الصحابة، ودي بقى خصوصية أخرى من خصوصيات رمضان، إنه الصحابة كانوا بيعدوا الأيام اللي قبل رمضان عشان يوصلوا رمضان، ويقولوا اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان وبلغنا رمضان. طيب بلغنا رمضان، يجتهدوا بقى في العبادة والطاعة عشان يفضلوا على كده طول ال6 شهور التانيين اللي بعد رمضان. يعني كأنهم بيتمنوا ان السنة كلها تبقى ايه؟ رمضان. ومن الخصوصيات كثرة العبادة غير الصيام. الصيام ده مدرسة لوحده، انا براقب ربنا. يعني ممكن حد ياكل وهو في الأوضة ما حدش شايفه، لا ده هو براقب ربنا لأن ربنا شايفه. وهكذا جميع المباحات اللي الصيام بيبعدها عننا أو بيحرمنا منها. من خصوصيات رمضان صلاة التراويح. احنا طول السنة بنصلي وفي قيام الليل، لكن لا، رمضان بصفة خاصة نعمل ايه؟ نصلي 12 ركعة 11 ركعة بتوع التراويح اللي بعد العشاء، او نخليهم قبل الفجر قيام الليل زي التهجد. دي خاصة برمضان صلاة التراويح. يبقى دي ميزة أخرى. الاعتكاف لما يكون الإنسان عنده مقدرة وبيته مش عايزه النهاردة والشغل مش محتاجه النهاردة أو في أجازة وممكن يعتكف في شهر رمضان، خصوصا ان كل شهر الصيام ده فيوضات ورحمات ومغفرة بتتنزل على العباد في هذه الأيام الطيبة المباركة. لذلك نحن مطالبون أن نجتهد. الصدقة في رمضان ب70 صدقة في غير رمضان. الفريضة في رمضان بأجر 70 فريضة في غير رمضان. شوفي بقى الحسنات الربانية والمضاعفات الإلهية، كل دي من خصوصيات رمضان. ومن هنا كان رمضان له منزلة خاصة في نفوس المؤمنين، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وإخلاصا لله سبحانه وتعالى. الصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان. يبقى احنا في مدرسة تكاملية عظيمة جدا بسبب صيام رمضان، إلى غير ذلك من الأمور التي قد لا يتسع الوقت يعني سردها. لا إن شاء الله بإذن الله يتسع لنا الوقت، ولنا أحاديث كثيرة حول هذا الموضوع إن شاء الله من خلال هذا الشهر الفضيل. ولكن زي ما حضرتك أشرت، حضرتك بتقول الصدقة في العادي في رمضان هي ب70 مثل. الإنسان كيف ينمي ويستثمر في هذا الشهر من كل ما يؤدي؟ يعني إزاي صلاتي في رمضان تكون مختلفة عن ما قبل رمضان؟ إزاي أدائي للعمل في رمضان يكون شكله مختلف عن بره رمضان علشان أخذ الثواب وأجر هذا الثواب إن أنا صايم أو صايمة وبأدي عملي بهذا الشكل؟ الأدعية التي تخص هذا الشهر بشكل مختلف عن احنا طول الوقت بندعي ربنا ونقول يا رب، ولكن أدب الدعاء في الصيام وفي هذا الشهر حتى إن شاء الله يكون دعاء متقبلا إن شاء الله. هذا الكلام وهذا العرض الطيب اللي تفضلت به اختصروا ربنا سبحانه وتعالى في بيان حكمة الصيام، هدف الصيام. واحنا ما احنا بنصوم الاثنين والخميس ونص شعبان ورجب شوال وفي رجب وفي شعبان، لكن ما بنشعرش بهذه اللذة بتاعت رمضان وبهذه القيمة اللي موجودة الروحانية اللي موجودة في رمضان. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل حكمة الصيام في الآية الكريمة
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. جميع الأمم مرت بمثل هذا لعلكم تتقون. شوف الكلمة البسيطة دي، الفعل المضارع بتاع ثبوت النون ده، تتقون ولعلكم. ومين اللي بيقول لنا لعلكم وبيرجونا وبيتمنى مننا التقوى؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فحكمة الصيام وفضل الصيام يجتمع في هذا الفعل الطيب المضارع تتقون، تجددوا التقوى مع الله سبحانه وتعالى باستمرار. التقوى اللي هي ايه؟ اللي هي وقاية من غضب الله، وقاية من عذاب النار. انا بسمع كلام ربنا وبستجيب لربنا وبتحمل الجوع والعطش وبتحمل الحرمان من اشياء عديدة وملذات. ليه؟ ارضاء لله، وقاية من غضب الله، وقاية من معصية الله، وقاية من عذاب النار، وهكذا لعلكم تتقون. كلمة بسيطة اهي نلاقي ربنا فصلها في مواضع أخرى، والصحابة فصلوها وبينوا معناها. لو احنا عرفنا المعنى ده واستشعرناه يبقى فعلا هنحس بروحانية رمضان وقيمة رمضان وفضل رمضان على سائر الأيام، وفضل الصيام على سائر أعمال الإنسان. شوفي في صدر سورة البقرة ربنا بيقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مين هم بقى المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك القرآن وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل والكتب السابقة، وبالآخرة الإيمان باليوم الآخر وبالبعث والحساب، وبالآخرة هم يوقنون. دول جزاؤهم إيه؟ أولئك، شوف البشرى، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طب يلا نفهم بقى معنى التقوى إيه؟ نلاقي سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ما احنا الصيام كله لعلكم تتقون. نلاقي سيدنا علي بن أبي طالب بيقول لنا التقوى إيه؟ هي الخوف من الله سبحانه وتعالى الجليل ذو الجلال والإكرام. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، ادي القرآن اللي نزل في رمضان، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، والاستعداد، الاجتهاد بقى في العمل الصالح ليلا ونهارا، نغتنم فرصة شهر رمضان اللي بتتضاعف فيه الحسنات والأعمال وبتصفد فيه الشياطين. عشان إيه؟ عشان نكسب بقى مغانم كثيرة. فلذلك الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. فإذا طبقنا المفهوم ده في شهر رمضان هنبقى كسبانين جدا جدا جدا، وهتبقى أبواب الجنة مفتحة أمامنا وأبواب النار مغلقة أمامنا إن شاء الله. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزلت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، سألوا الصحابة يا عبد الله إيه معنى اتقوا الله حق تقاته؟ أم قال لهم عشان نفهم معنى التقوى اللي مطلوبة مننا في رمضان، واللي هي ثمرة الصيام وثمرة العمل الطيب كله وثمرة القرآن كله. نلاقي عبد الله بن مسعود بيقول ايه؟ حق تقاته أن يطاع فلا يعصى. صم يبقى صيام، أمسك يعني أمسك من الفجر
الى المغرب، مفيش شهوات، مفيش في غض بصر، في صلة أرحام، كله داخل في ايه؟ في ان يطاع فلا يعصى. 2، وان يذكر فلا ينسى. يعني انا في مراقبة مع الله سبحانه وتعالى جميع الوقت بتاعي، وانا صايم ممتنع عن المحرمات، وانا بالليل بقوم الليل، وانا بقرأ القرآن هيشفع لي. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا ربي حرمته الطعام والشراب فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا ربي حرمته النوم، مش نروح بقى ننعس طول الليل، حرمته النوم فشفعني فيه. فيشفعان. شوفي بقى لما انت تكسبي شفاعة الصيام وهو خير العبادات، والقرآن الكريم يشفعوا لك يوم القيامة. فبيقول أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. انت في نعم ليلا ونهارا، اجتهد بقى في تحصيل النعم وفي شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. ادي قيمة رمضان، وادي هدف رمضان، وادي هدف الصيام. الحقيقة كلنا زي ما قلت في مقدمة بننتظر هذا الشهر، يمكن مع آخر يوم في رمضان بنبقى منتظرين امتى رمضان اللي جاي. ايوه. ربنا ان شاء الله ينفع بهذا الشهر وينفع بصيامنا جميعا، ويتقبله ان شاء الله تقبلا حسنا، ويجعله مغفرة ورحمة وعتق من النار، ويجعله سبيل للتواصل وصلة الرحم وكظم الغضب والغيظ والكلمة الطيبة والتراحم والتصدق وكل الأمور الجميلة اللي احنا عارفين انها اساس ديننا واللي بيحثنا عليها في رمضان وفي خارج رمضان. اخد نص دقيقة؟ اتفضل. نص دقيقة تعليق على الكلام الطيب الجميل اللي سيادتك قلتيه. شوفوا حديث ربنا القدسي بيقول ايه: كل عمل ابن آدم له، الناس بيشوفوه بيطلعوا عليه، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يبقى دي عبادة مباشرة بيني وبين ربنا، والجزاء مش مقدر بعشرات ولا ميات، ده أنا أجزي به، أنا اللي هو رب العالمين سبحانه وتعالى. الثانية إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في تكملة الحديث: الصيام جنة وقاية، زي ما قلنا عن التقوى. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ما يعملش حاجة غلط، ولا يصخب، ولا يجهل، ما فيش حماقة، وإن أحد شاتمه أو قاتله يعمل إيه؟ اللهم إني فين صائم. العلاج؟ اللهم فين إني الدواء؟ اللهم إني صائم. اللهم إني صائم. ربنا إن شاء الله ينفع بهذا الشهر، وإن شاء الله نقضي معكم حلقات قادمة يعني ننهل فيها من كرم هذا الشهر ومن بركة هذا الشهر. وإن شاء الله سيكون لنا حلقات مخصصة. أنا عارفة أن في أسئلة كثيرة الناس بعتاها بتسأل فيها في أمور لها علاقة بالصيام وأداء الصيام وما يجب أن يكون خلال هذا الشهر. إن شاء الله بإذن الله نسعد بضيافة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم للإجابة على هذه الأسئلة في حلقات قادمة. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم، نلقاكم في حلقة قادمة. وقبل أن ننهي اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر لضيف اللقاء الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، نراكم الأسبوع القادم إن شاء الله.